السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد. واش راكم اخوياتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويليكم هذا الفيديو مهنيين يا رب. اليوم حبيباتي جيتكم بوصفة منعشة، وصفة كريبوني الليمون. المهم هي مختلفة شوية عن الشربات، يقولوا لها كريبوني لأنه فيها واحد المكون. دركا نقول لكم عليه اللي خلاه عطاها واحد البنة تديكم العالم ثاني. أنا صحيح عجبني، يعني جربت واحد مرتين وثلاثة وعجبني. وبسم الله نبداو في الوصفة. راح نديرو بمركز الليمون، راني دايرته معاكم في القناة، تشوفوه في الفيديوهات تلقاوه ان شاء الله. واللي ما عندهاش مركز الليمون تعصر حبتين تاع تشينا مع القشور تاعهم، ودير حوالي 3 ملاعق سكر. تحبي تزيدي تنقصي كما حبيتي خيتي، يعني الحلاوه كما شتيتي. المهم عندي نص كاس تاع حليب عادي، يعني درت حليب شكاره للامانه، ملعقه كبيرة تاع كريم شانتي أو بودرة شانتي. هذا هو المكون اللي راح يديلكم العصير هذا إلى عالم آخر. وهنا عندي بو تاع ياورت طبيعي. تحبوا ديروا ياورت نورمال معطر بذوق الليمون، أنا كان عندي ياورت طبيعي برك، ما كانش عندي بذوق الليمون. المهم هذا المكونات تخلطوهم زين 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 بالبراميكسور، وتزيدوا لهم مياه. الماء حوالي نزلت حوالي لتر هكذا. بعد ما خلطها زين 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 حتى تبان لكم هذيك الرغوه خياتي. شوفوا انا راني نضيف الماء يعني كما حبيتو، كما انا ما نشتيش حامض ياسر، عادي يعني ما جا حامض ما جا نورمال جا. المهم بنتو جات تهبل البنات، نصحكم تجربوه لانه روعه. شوفوا يعني قد ما نوصف لكم كي تشربوها تحسوا بواحد البروده، واحد الانتعاش، روعة روعة. تحسوا سبحان الله. أنا بالك كني نشتي الليم ونشتي الحوامض، عندي هذا نوصف لكم هذا الشعور. المهم حبيباتي، هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. شوفي كيف سربيتو جاي مزين ويهبل يهبل. يا البنات جربوه واعطوني رايكم، واللي راهم مجربينه من قبل قولوا البنات رايكم في التعليقات. ما تنسوناش من ذاك اللايك. الله يحفظكم، ربي يقضي ما في قلوبكم ان شاء الله، وان شاء الله ربي يتقبل صيامكم وقيامكم، وربي شافي مرضانا ومرضى المسلمين يا حنان يا منان. المهم حبيباتي، يعني جيتكم فيديو قصير طلع، قلت باه نسلم عليكم حبيباتي ونشارككم هذه الوصفة اللي أنا صراحة عجبتني، على بها اللي شاركتها معكم. إن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم، وإن شاء الله تجربوها. المهم حبيباتي، تهلاو لي في رواحكم ياسر ياسر ياسر، وإن شاء الله يا ربي نتلاقاو في ساعة الخير. نقول لكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.